في أيام الشتا البارد لمّا الهوا يعلّي صوته والبرد يخلّي الواحد يدوّر على حاجة تدفّيه من جوّه، مش بس هدوم تقيلة، لأ، أكل سُخن. العدس الأصفر أكلة شتا معروفة، حلة بتتحط على النار لمّا البرد يضغط والبيت يستنى الدفا ويحتاج حاجة سخنة تجمّعه وتدفّيه. النهارده هنعمل العدس الأصفر اللي بيدفّي البيت كُلّه ويشبّعه. تعالوا نشوف الطريقة. أول حاجة إحنا بنحضّر الخضار بنقطّعه، دي 3 جزرات وبصلاية متوسطة و2 طماطم و4 أو 5 فصوص توم. أول حاجة هنبدأ إن إحنا نقطّع الجزر كده حلقات مش كبيرة أوي، يعني نحاول نصغّر عشان يستوي بسرعة، لإن الجزر أكتر حاجة ناشفة يعني، لكن الباقي كُلّه بيبقى طري. إحنا كده قطّعنا الجزر كُلّه، الطماطم كمان هنقطّعها، إحنا أي شكل يعني، إحنا مش عايزين شكل معيّن، الجزر بس اللي باقول لكم يتقطّع صغنّن علشان هو ناشف، عشان يستوي ياخد سِوَى أقل، لكن الطماطم عادي أي وقت بتستوي بسرعة طرية. وبعد كده الفصوص دي 5 فصوص توم، خلّيها زي ما هي عادي، هي النار هتخلّيهم يسيحوا بسرعة، وبصلاية نقطّعها برضه كده مكعبات كبيرة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. إحنا كده خلّصنا الخضار كلّه. هنيجي بقى على النار هنشوف هنعمل إيه. دي كوباية عدس، قبل النار بقى أنا حضّرت كمان كل حاجة. دي كوباية عدس أنا غسلاها كويس أوي وسايباها كده عشان إيه، تنشف يعني من المَيّة. دي إحنا على النار بقى هنحط معلقة زبدة، نحاول كده نسيّحها وبعدين ننزل بيها على الخضار، ننزل الخضار يعني عليها. أول حاجة الجزر، الحاجات الناشفة الأول، الجزر والبصل والتوم وبعد كده الطماطم، نقلّبها بقى في الوقت ده. الخضار لمّا بيتشوّح بيدّي طعم حلو جدًا للعدس، يعني في ناس بتعمله مَيّة وتحُط الخضار، لأ هو حلو ماشي وده أذواق وكل حاجة، لكن الطريقة بتاعة تشويحة الخضار في معلقة زبدة فعلًا بتفرق جامد جدًا، والخضار بيطلّع ريحة حلوة وبياخد لون حلو وبيدّي طعم حلو. إحنا شوّحناه كويس جدًا، هنبدأ دلوقتي بقى إن إحنا ننزل عليه بالمَيّة، نغطّيه كلّه بالمَيّة زي ما أنتم شايفين كده أهو. بُصّوا اللون، الخضار لمّا اتشوّح بُصّوا خلّى اللون حلو إزاي، الشوربة بقى لونها مصفِر كده من كل الأطعمة بتاعة الخضار. هننزل عليه دلوقتي بمكعب مرق، أنا باستعمل دايمًا مرقة خضار، ما باستعملش لا لحمة ولا فراخ، fine foods خضار. نزلنا بالمرقة وسِبناها تغلي كده شوية، لمّا بيغلي مش هنحط أي حاجة دلوقتي، يعني إحنا دلوقتي مش هنحط أي توابل، إحنا بس لمّا غلي هنبدأ دلوقتي بقى إن إحنا نحط العدس. أهي هي غسلناها وطبعًا نشفت، هننزل عليها كده، نوطّي بس النار وننزل بالعدس بالشكل ده ونسيبه يغلي وياخد سِوَى شوية. الخ ال الخض ال التوابل في الآخر مش دلوقتي، بعد ما يغلي هنوطّي النار خالص، هو بيستوي على نار هادية، هنوطّي النار خالص ونسيبه يستوي 3/4 سِوَى مثلًا. لو أنتِ بتحبي الأكل اللي ليه أصل وبيطلع من قلب البيت كمّلي معايا، وسيبي علامة بسيطة علشان أعرف إنِّك هنا وإن الحكاية دي عجبتِك. دلوقتي هو استوى 3/4 سِوَى تقريبًا، نزلنا بقى بالتوابل، حطينا نُص معلقة ملح، ونُص معلقة كمون، ونُص معلقة فلفل أسود، لأ ما فيش كزبرة دلوقتي، الكزبرة بعدين. وهنقلّب كويس أوي، و5 دقايق كده سِبناه كلّه كده ياخد من طعم كلّه، واختبرناه إزاي، شُفنا أنشف حاجة في الموضوع الجزر، الجزر استوى فخلاص هو كده استوى، الجزر أهو استوى يبقى خلاص هو تمام، وهنطفي عليه ونسيبه يهدى بقى شوية. أهو بالشكل ده إحنا سِبناه شوية يهدى. إحنا في الوقت ده عايزين بقى نطحنه يا إما بالهاند بلندر لو موجود عندِك، يا إما ما فيش هاند بلندر بالخلاط العادي، هنضربه في الخلاط ضربتين كده لحد ما ينعم خالص أو بالهاند بلندر بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، ناعم وبقى كريمي جدًا، شايف قد إيه ناعم، بقى كريمي أوي وناعم جدًا وهو ده المطلوب أهو. دلوقتي بقى هنعمل له الطشة، الطشة دي بتخلّيه بقى في حتّة تانية، والطشة بتاعتي غريبة شوية، ما أفتكرش إن أنا شُفتها عند حد بس جرّبوها. في كل الناس بيجيب معلقة سمنة كبيرة بلدي، طبعًا مهم جدًا السمنة البلدي في العدس بيدّي له طعم حلو جدًا، فأنا حطيت معلقة سمنة بلدي وبصلاية متقطّعة صغيّر، هنشوّحها ما تاخدش لون، يعني يبقى لونها أصفر، ما تاخدش لون أغمق من كده يعني، وبعد ما تاخد اللون الأصفر اللي إحنا عايزينه بالشكل ده، هننزل عليها بنُص معلقة توم، هو ده السر، نُص معلقة توم وفي سر تاني، نُص معلقة توم مهروس، هنقلّبه كويس مع بعض، ورشة كزبرة أو ربع معلقة كزبرة ناشفة، نقلّبه مع بعض كويس جدًا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، لحد ما التوم يطلّع ريحته، ريحته تبان يعني ما يتحرقش، إحنا عايزينه برضه أصفر. نبدأ بقى في الوقت ده
نعمل السر التاني اللي أنا هاقول لكم عليه، إن إحنا بنحط عليه معلقة خل، وده السر التاني في الموضوع. معلقة خل بتت بت بتنقله في مكان تاني خالص، فعليًا جرّبوها، التوم والخل بينقلوا في مكان تاني خالص، وهنقلّبهم مع بعض لحد برضه الخل كده يخلّي ريحته طالعة، ونبدأ نحط كل الطشة دي عليه وياخد تقليبة كده 5 دقايق على النار، غلوة يعني، عشان كلّهم برضه ياخدوا من طعم بعض، كل العدس اللي تحت واللي فوق نقلّبه كده 5 دقايق على النار، ياخدوا من طعم بعض. أهو أنا باقلّبه في كل الجوانب عشان كلّه يتشرّب بالطشة اللي إحنا عملناها اللي جميلة أوي، السمنة بلدي والبصل والثوم والخل والكزبرة، خَد 5 دقايق على النار وطلع بالشكل ده. دلوقتي بقى هنبدأ إن إحنا نغرفه. عايزة أقول لكم إن العدس من الأكلات القديمة أوي، عاش في بيوت كتير واتعمل في أيام شتا طويلة من غير ما يحتاج حاجات كتير، كان دايمًا موجود علشان يشبّع ويستحمل ويُقف جنب البيت في الأيام اللي البرد فيها بيبقى تقيل، علشان كده عمره ما كان مجرد أكلة، كان جزء من يوم شتا كامل، يوم بيتقفل على نار هادية وحلة بتغلي بهدوء. كده إحنا هنغرفه في الطبق الطبق التقديم يعني، حطينا كده كام كبشة كده من العدس، وزيناها نزينها دلوقتي بالبقدونس، يعني كنوع من التزيين مش أكتر، عادي ممكن ما تحطوهوش، أنا عشان باصور بس يعني، بالشكل ده. ده ممكن كده تاكلوه بالمعلقة، يعني ده شوربة عدس ممكن يتاكل كده بالمعلقة، من غير عيش ولا أي حاجة، لو حابين. في ناس بتحبه، أنا عن نفسي برضه باحبه أكله بالمعلقة. أنا عملت معاه البطاطس إيه، أنا عملت معاه الطماطم اللي هي قديم حدّقة مسمياها سلطة، دي بتتعمل بتوم وفلفل أكيد أنتم عارفينها، وبقدونس وخل وملح وكمون، وكمان حمّرت العيش ده، العيش ده بيبقى جامد جدًا معاه، عيش أبيض أنا مقطّعاه مكعبات ومحمّراه، بيبقى حلو جدًا، وأصلًا ده بيتقدّم في الأوتيلات، يعني لو رُحتوا أي أوتيل أول حاجة بيقدّمها حسب الشوربة اللي أنتم عايزينها، بس بيتقدّم معاها العيش ده أو عيش توست متقطّع مكعبات وبرضه متحمّر بنفس التحميرة، العيش ده أو عيش توست مع طبق العدس، فبيبقى فعلًا حاجة جامدة جدًا. جرّبوا العيش ده معاه هتفرق جدًا وهيبقى غير العيش العادي اللي إحنا بناكله اللي هو الأبيض العادي، بلدي يعني، أو قصدي أقول اللي هو مش متحمّر. هنحط بقى شوية كده في طبق عيش من القمر ده، هو أصلًا العيش ده طعمه حلو جدًا وهو كده يعني متحمّر بس، طعمه حلو جدًا. هنحط عليه كده كبشتين عدس ونبدأ بقى ناكل، طعمه حلو جدًا، جدًا. جرّبوه العدس ده جرّبوه بالشكل ده هيعجبكم أوي، البصل العادي اللي الناس بتعمله، لأ بالثوم والخل، معلقة خل ونُص معلقة ثوم ورشة فلفل ورشة كزبرة. أهو هنبدأ بقى ناكل كده، هنطلّع حتّة طماطماية من المتقطّعة القمر دي، معلقة، العيش بيبقى مقرمش للآخر، لإن إحنا مش بنحط كمية كبيرة، على حسب الطلب أو على حسب الكمية اللي إحنا عايزين ناكلها، ولمّا يخلص الطبق نحط تاني عشان نحافظ على قرمشة العيش، يبقى دايمًا مقرمش وطعمه حلو. ولو عايزينه يبقى طري عادي بنحط كمية كبيرة في طبق كبير ونحط عليها كمية كبيرة برضه من العدس، فشوية وهيطرى، لإن بيبقى سُخن أوي العدس. بس أنا باحبه ناشف، فباحط كمية صغننة، كمية صغننة. معلقة بقى من الأكلة دي، العيش بالعدس على حتّة طماطماية، طعمه روعة، حلو جدًا، جدًا، جدًا. أنا حطيت تاني، حسّيت إن أنا محتاجة آكل عدس أكتر، فحطيت كبشة تاني. العدس لمّا بيخلص ويتحط في طبق سُخن ونتلَم حواليه، تحسّي إن الشتا ما بقاش تقيل زي الأول. أكلة بسيطة، بس تعرف تعمل دفا وتعمل لمّة وتفُك اليوم. عدس أصفر، أكلة الشتا ودفا البيوت، جرّبوها وبألف هنا.